بعد ما نتيجة الثانوية العامة ظهرت، بيوت كتير مليانة فرحة وفي بيوت تانية مليانة حزن. طالب قافل على نفسه في اوضته، وأب مش عارف يقول ايه، وللأسف أم قلبها موجوع بالخوف على ابنها وحلمها اللي طار. بس اسمحولي هقول كلمة من القلب لكل أب وأم. أنا عارف كويس إنك نفسك تشوف ابنك أحسن واحد في الدنيا، ونفسك تشوفه دخل الكلية اللي كنت بتحلم بيها ليه، ويمكن كنت انت شايف مستقبله مرسوم من سنين. لكن لازم تفتكر حاجة مهمة قوي، ان ابنك مش مجرد درجة في مجموعة. الورقة اللي مكتوب فيها المجموع دي، المجموع مستحيل يقيس اجتهاده ولا طيبته ولا حتى أدبه ولا موهبته ولا شخصيته ولا حتى مستقبله. صدقني في اللحظات دي بالذات ابنك محتاج لك من أي وقت تاني، محتاج يسمع منك أنا فخور بيك ومعاك وهنكمل المشوار سوا، ومش محتاج خالص يسمع منك ضيعت تعبنا وفلوسنا وفلان جاب أكتر منك. صدقني ابنك ممكن بعد فترة ينسى المجموع والتنسيق، لكن عمره ما هينسى الكلمتين اللي انت هتقولهم له النهاردة. في شباب كتير فاكرين الكلمتين اللي انت قلتهم له حتى لو مر عليه الزمن، وكلمة واحدة بس ممكن تبني إنسان وحتى تكسروا سنين. في اولاد كتيره دلوقتي حاسين ان حياتهم انتهت، طبعا مش عشان المجموع، هو عشان بس مش قادر يواجهك. في ناس للاسف بتخش في اكتئاب شديد لمجرد انها ما حققتش المجموع اللي عايزاها وخذلت الحلم بتاع اهلها. عشان كده اوعى 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 تكون اول شخص يخذل ابنك، خليك اول شخص واقف معاه وتسنده. لو ابنك جاب مجموع اقل بكتير من اللي انت كنت بتحلم بيه، اقعد معاه واسمعه كويس واسنده عشان يقدر يكمل مستقبله. الدنيا ما بتقفش على كلية معينة. شوف اصحاب البيزنس والفنانين والناس المشهورين حياتهم ابتدت بصعوبات قد ايه وفشل، على عكس طلاب كتيرة جابت مجاميع عالية ودخلت كليات القمة بس حست انها في المكان الغلط. عندك مثلا توماس اديسون، فشل الاف المرات قبل ما يخترع المصباح. اوبرا وينفري قالوا لها اصلا ان انت مش هينفع تبقي مذيعة. كل دول لو كانوا صدقوا ان الفشل هي نهاية الطريق ما كانش حد بقى مشهور النهارده. فانت كأب او ام مش دورك الحقيقي انك تصنع نسخة من احلامك انت. كل انسان ليه رحلته وليه توقيته وليه طريقته. صدقني دورك انك تساعد ابنك انه يصنع حياته زي ما هو اللي شايفها. افتكر دايما ان الثانوية العامة دي مرحلة مش نهاية الحياة. ونصيحتي لكل اب او ام، لو ابنك دخل البيت النهارده احضنه واقعد معاه واسمعه، ولو عيط سيبه يطلع الطاقة اللي جواه، وفكروا ان ربنا لسه كاتب له ايام كتيرة ينجح فيها. خلي البيت يبقى مكان امان مش محكمة ليه، وخلي حضنك او حضنك يبقى اقوى من خوفه، لان ابنك بعد سنين مش هيفتكر جاب كام، لكن هيفتكر جدا مين كان واقف جنبه لما الدنيا ضاقت بيه. ويمكن دعمك النهاردة هو السبب الحقيقي لنجاحه بكرة.